اكبر كذبه اتقالت عن خشونه الركبه وهي انها مش بتتعالج ومفيش حل غير المسكنات والحقن وتغيير المفصل، ودي مش الحقيقه. والحقيقه ان الخشونه ليها مراحل مختلفه، واللي حالات كتير منها بتتحسن بالعلاج الطبيعي والتمارين العلاجيه والتغذيه والادويه المناسبه، والناس بترجع تعيش حياتها تاني بشكل طبيعي، والناس ترجع تمشي وتجري وتلعب وتشتغل تاني بشكل طبيعي. وانا هنا مش بتكلم عن حاله واحده، انا بتكلم عن حالات كتير جدا الحمد لله تابعت معايا في العياده وتحسنت بفضل الله. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن افضل الاكلات والمشروبات اللي بتدخل في صناعه الادويه في علاج خشونة الركبة، واللي ليها فعالية كبيرة جدا وهتساعدك بشكل كبير جدا ان شاء الله. خشونة الركبة يعني في تآكل في غضاريف المفصل وفي التهابات مزمنة بتسبب ألم، تمام؟ فاحنا عاوزين افضل الاكلات والادوية والمشروبات اللي بتساعد في بناء الغضاريف دي بشكل جديد وتقليل الالتهابات عشان الألم يقل وتقدر تتحرك بشكل طبيعي. فأول حاجة محتاج تضيفها في نظامك الغذائي وهي المكسرات والبذور، زي الجوز واللوز، بذور الشيا والكتان وحب الرشاد. الحاجات دي بتكون غنية بالاوميجا 3 وبالمعادن والفيتامينات المختلفة اللي بتدخل في بناء الغضاريف وبتشارك في تصنيع الكولاجين للمفصل، فهتفرق معاك بشكل كبير جدا. فخد سناك كده 30 جرام مكسرات كل يوم، وتاخد مشروبات من اللي احنا قلناها من البذور دي، تاخدها كمشروبات او تحطها على الزبادي زي الفل، مفيش اي مشكلة. رقم 2 وهي الخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير والبروكولي. طبعا الأطعمة دي غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة وخاصة الكالسيوم وفيتامين كي اللي بيدخلوا في صحة العظام ومنع التكلسات داخل المفصل. ده غير ان هي غنية بمضادات الأكسدة زي اللوتين اللي بيقلل الإجهاد التأكسدي للغضاريف. فمحتاج تضيف خضروات ورقية كل يوم في وجبة الغداء، في طبق السلطة بتاعك كده يبقى فيه خضروات ورقية كل يوم، هتفرق معاك بشكل كبير جدا. رقم 3 وهي الفواكه الملونة زي البرتقال والتوت والافوكادو والاناناس. الاطعمه دي بتبقى غنيه بالفيتامينات والمعادن المختلفه وخاصه فيتامين سي، وده بيدخل في انتاج الكولاجين وبناء الغضاريف. فتاخد ثمرتين في اليوم هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا، ثمره الصبح وثمره بالليل. رقم 4 وهي الأسماك الدهنية زي السلمون والسردين والماكريل. طبعا الأسماك دي بتبقى غنية بالأوميجا 3، والأوميجا 3 بدوره بيقلل الالتهابات. ولو عاوز تعرف أكتر في فيديو أكبر على اليوتيوب.